ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي حالا مهيب عبد الهادي مستضيف شويه نجوم من ضمنهم استاذ مصطفى يونس وكلها عماله تتكلم على كولر وازاي اللي يقول تصريح زي ده بيمهد اللي هو يمشي، مع العلم اللي كولر جاله عرض يعني اضعاف مضاعفه مع النادي الاهلي وهو رفضه السنه اللي فاتت، وعلى كلام المترجم بتاعه. ودلوقتي كلها بقى بتتكلم، يعني مش عايزيننا نفرح. يعني هو ليه مثلا الفرحه؟ مثلا انا بكره ان شاء الله لو كسبت هاخد الدوري. ليه مفيش انجاز؟ يعني مفيش كلام على الانجاز بتاع الدوري. يعني انا كنت جاي بطل افريقيا وجيت وعندي ماتشة متأجلة فجيت كسبتها. وبالمناسبة هي متأجلة عشان هو ده اللي بالنص اللي بيقول عليه قانون التأجيلات او اللوائح. تمام، وهو مش بيجب علينا سواء جمال علام او احمد دياب او اي حد من الشله دي. دلوقتي بقى مهيب عبد الهادي بدل ما يتكلم مثلا يستعرض انجازات كولر مع النادي الاهلي في الدوري الصعب اللي النادي الاهلي خلاه سهل واللي مش مديله حقه. لا لا انا ما اعملش كده. لا انا مش هتكلم عن انجازات كولر، مش هتكلم على ده. كولر جاي له عرض من احدى المنتخبات. منتخبات إيه يا جدعان بقى؟ ما تقرفوناش بقى والله بجد. يعني ليه اي فرحه للنادي الاهلي بتستنكروها؟ ليه اي فرحه ما حدش بيديها حجمها الا من رحم ربي في العالميين؟ ليه ما حدش بيدينا حق؟ هو ليه احنا مثلا اللي احنا ما ينفعش نحتفل بالدوري عشان ده كل سنه انت بتاخده؟ لا بس السنه دي لما انا اخدته مش زي السنه اللي فاتت، زي اللي انا اخدته السنه اللي فاتت. كنت لسه راجع، نادي الزمالك كان اخد 2 دوري وانا كنت لسه راجع واخدت بطوله وبعديها بطوله، ودلوقتي اخد الدوري ده منافسه صعبه مع بيراميدز. ليه ما بتدينيش حق اللي انا جامد قوي واللي انا رجعت واللي انا عملت اداء عالي واللي انا كسبت بيراميدز رايح جاي وعملت اداء مشرف؟ وليه ما بتدونيش حق في كده؟ بجد يعني السؤال ده غريب جدا. ليه الاعلاميين ما بيدوش حق النادي الاهلي في دي؟ يعني هيطلع بقى والله لسه ما تابعتش، بس هيطلع دلوقتي رضا عبد العالي يقول لك كولر ايه اللي بيتأمر على النادي الاهلي وكولر ايه يا جدعان. كلها بقى بتجيب انتقادات. يا ريت نفرح عشان بكره نروح ونفرح.